ومع الوقت تم اكتشاف اكتشافات عديدة ويتم نقلها للمتحف. وعام 1869 تم توسيع المبنى مرة تانية، وللأسف عام 1878 بيحصل فيضان بيغرق المتحف وبيحصل أضرار كبيرة للمبنى وغرق بعض القطع وأغلق حتى 1881. بس أوجست ماريت مش بيقدر ينسى الفيضان. مع كمان اكتشاف خبيئة المومياوات الملكية في نفس العام ظهرت فكرة البحث عن مكان جديد. في 15 أغسطس عام 1835 أصدر حاكم مصر في التوقيت ده الوالي محمد علي باشا لوقف خروج الآثار خارج مصر إنشاء أول متحف مصري في مبنى قريب من حديقة الأزبكية، ونقل جميع القطع إلى متحف الأزبكية. وبعد وفاة محمد علي وبعد 16 سنة على متحف الأزبكية تم نقل جميع المجموعة إلى أحد القاعات في قلعة صلاح الدين عام 1851، وكانت الزيارة لكبار الزوار فقط. وبعد 3 سنين في سلام حتى زار ولي عهد النمسا ماكسيميليان وبيشوف المجموعة وبتعجبه جدا، وقام حاكم مصر في الوقت ده بإهداء معظم المجموعة، وهي النهاردة جزء من مجموعة متحف تاريخ الفن في فيينا. وفي نفس الوقت ده بيوصل مصر عالم المصريات الفرنسي أوجست ماريت في مهمة من متحف اللوفر للعثور على مخطوطات قبطية وعربية. بس لما بيوصل مصر بيحب مصر جدا وبيعجب بالآثار المصرية وبالحضارة المصرية كلها، بس الحمد لله مش بيلاقي متحف عشان ياخده ساعتها. بيكتشف عدة اكتشافات مهمة زي مقبرة السرابيوم في سقارة، وأسس مصلحة الآثار المصرية عام 1858 اللي هي النهاردة المجلس الأعلى للآثار. وفي نفس العام عينه سعيد باشا مدير للمتحف الجديد في بولاق، اللي هو كان في الأصل مبنى لشركة النيل للملاحة، في بولاق. وعام 1859 تم اكتشاف الأساس الجنزي للملكة إياه حاتم وتم توسيع المبنى، ثم افتتاحه في 18 أكتوبر 1863. ومع الوقت تم اكتشاف اكتشافات عديدة ويتم نقلها للمتحف. وعام 1869 تم توسيع المبنى مرة تانية، وللأسف عام 1878 بيحصل فيضان بيغرق المتحف وبيحصل أضرار كبيرة للمبنى وغرق بعض القطع وأغلق حتى 1881. بس أوجست ماريت مش بيقدر ينسى الفيضان. مع كمان اكتشاف خبيئة المومياوات الملكية في نفس العام ظهرت فكرة البحث عن مكان جديد. وبيموت ماريت وبيدفن في قبر في حديقة متحف بولاق، وبيكمل مسيرته عالم المصريات الفرنسي برضو جاستن ماسبيرو مديرا لمتحف بولاق. بس متحف بولاق ازدحم للنهاية، وبعد 27 سنة للآثار في متحف بولاق تم نقل المجموعة لقصر إسماعيل باشا في مكان حديقة الحيوانات دلوقتي عام 1890، وتم نقل مقبرة أوجست ماريت إلى الجيزة. وللأسف قصر إسماعيل باشا كان صعب إنه يكون متحف بسبب القطع الأثرية الضخمة اللي موجودة هناك، وزيادة عدد القطع الأثرية خلاه يزدحم بسرعة، وبرضه ما كانش أمان كفاية، وكان الاعتماد عليه إنه يكون متحف في المستقبل كان صعب. وفي مارس 1893 اجتمعت وزارة الأشغال العامة لمناقشة فكرة إنشاء متحف جديد، وبيوضح مدير مصلحة الآثار وقتها جاك دي مورجان بيوضح أهمية وجود متحف جديد للآثار المصرية. فعلا تم الإعلان عن مسابقة دولية لتصميم متحف مصري جديد ومنح جائزة 1000 جنيه مصري بحالها للفائز. وتم تخصيص مساحة 15,000 متر مربع للمتحف، وفعلا بيتم تقديم 87 تصميم للمشروع. تم اختيار تصميم للمبنى عن طراز الكلاسيكي الحديث للمهندس المعماري الفرنسي مارسيل. تم وضع حجر الأساس للمتحف 1 إبريل 1897 بحضور الخديوي عباس الدين.
وتم تكليف جاستن ماسبيرو مهمة نقل وعرض القطع الأثرية في المتحف. وفي 15 نوفمبر 1902 بيتم افتتاح المتحف، والحمد لله تم استقرار الآثار بعد 67 سنة، وتكلف إنشاء المتحف المصري بالقاهرة 240 ألف جنيه، وبتضم أكتر من 100 قاعة عرض، وكان زي المتحف المركزي أو ما شابه الآن. وأي آثار بيتم اكتشافها بيتم نقلها فورا إلى هناك للعرض أو للتخزين حتى في القبو. في وقت من الأوقات كان في القبو أكتر من 100 ألف قطعة أثرية، وبيحتوي برضو المتحف على مكتبة تضم 5000 كتاب منهم سلسلة وصف مصر. للمرة الثانية تم نقل رفات أوجست ماريت إلى تابوت في حديقة المتحف وسط الآثار، اللي هو كان سبب من الأسباب إن هي تكون هنا وإحنا نكون هنا النهاردة بنحكي قصته، وده كان في فبراير 1904. وحديثا تم تخصيص متحف للطفل، وبقى متحف كامل متكامل. على مر السنين أصبح متحف القاهرة الوجهة الأولى لمحبين الحضارة المصرية والدارسين وطلاب آثار وتاريخ وغيرهم كتير اللي اتعلموا في المكان ده. بس تقريبا بعد 100 سنة بالظبط رجعت مشكلة ازدحام المتحف تاني، بيوصل عدد الآثار لأكتر من 60,000 و100,000 في المخزن، عشان يكون الإجمالي أكتر من 160,000 قطعة أثرية. 160,000 قصة لازم تطلع للنور، وهنا بتظهر فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير، وتم وضع حجر الأساس في فبراير 2002 ليكون أكبر متحف في العالم مخصص لعرض آثار الحضارة المصرية القديمة بجانب متحف القاهرة مش بداله. وتم نقل 57 ألف قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير من هنا. 57 ألف منهم المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون اللي كانت في القبو لسنين. والنهاردة احنا في متحف القاهرة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر 2025، ولسه قصص متحف المصري بالقاهرة موجودة مكانها ورجع حقها، وباقي القطع برضه رجع لها حقها في العرض. متحف القاهرة والمتحف الكبير يعتبروا جزء من قلادة بتحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة. قلادة ما ينفعش نرمي نص ونسيب نص، لأنك كده هتبقى سمعت نص القصة بس. ما ينفعش تيجي هنا وما تروحش هناك، لازم تروح متحف القاهرة وتعرف المتحف الكبير، وتبقى أنت كده عرفت قصة الحضارة المصرية القديمة كاملة. دلوقتي هناخدكم في رحلة هنشوف فيها مقتنيات متحف القاهرة المبهرة.